السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل معاكم الكنافة البلدي، هنعملها في البيت وكمان على عين البوتاجاز بطريقة سهلة جدا. وكمان لو عاملة كمية كبيرة هقولك ازاي تفرزيها، وبجد انا عايزاكي بقى تجربيها بس بعد ما تشوفي الطريقة كاملة. يا ريت بقى لو اول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. في الاول بقى بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. كل كوباية دقيق قصادها كوباية مية. انا هعمل النهاردة 3 كوبايات دقيق، والتلات كوبايات دي اعملوا معايا كمية كنافة تحفة في الاخر. ضفت ال3 كوبايات دقيق وضفت عليهم كوباية الا ربع من النشا ورشة ملح ومعلقتين زيت. بس ادي كل المكونات، نفس عجينة القطايف اللي احنا عاملينها من كذا يوم مع بعض، بس عجينة الكنافة ما فيهاش خميرة. بعد كده ضفت المكونات الجافة كلها مع بعض وقلبتها كويس جدا. الدقيق نخلينه كويس في الاول، وبعد كده ضفت الزيت، وبعد كده بنزل بالمية. المية اللي انا بشتغل بيها النهاردة مية دافية. ومش بنزل بالمية كلها، يعني الكوباية الاخيرة خليت نصها كده وبنزل واحدة واحدة علشان اظبط قوام العجينة. عجينتها سهلة وفي اقل من دقيقة هتكوني عاملاها. لو عايزة تشتغلي بالمضرب او تحطيها في الخلاط هتكون جاهزة معاكي في اقل من دقيقة. ونزلت بقى ببقية المية لحد ما القوام ظبط، يعني القوام هيظبط معاكي واحدة واحدة. ما تنزليش بالمية كلها مرة واحدة علشان تشوفي الدقيق اللي انت بتعجني فيه دقيق بيشرب سوائل كتيرة وفيه دقيق لا. يعني هي كده اخدت معايا كوباية دقيق قصادها كوباية مية، زي عجينة القطايف بالظبط. بس نزلت بالمية واحدة واحدة، وكمان ايدي شغالة فيها كده بالمضرب علشان ما تعملش معايا كتل عجين. شايفين بقى القوام المظبوط؟ ما شاء الله العجينة ناعمة وكمان ما فيهاش اي كتل خالص. العجينة لو قوامها خفيف وانت بترشيها هتنزل معاكي كده زي المية، يعني هتعمل معاكي نقط مش هتعمل معاكي خيوط. ولو القوام برضو تقيل معاكي هتبقى صعبة وانت بتنزليها، وكمان قوامها هيبقى معاكي تقيل. فاحنا عايزين بقى العجينة نظبطها من اول مرة. انت هتشيليها كده بالمضرب، وكمان لو مش عارفة ان هي مظبوطة ولا لا بتجيبي معلقة وبتنزليها كده في العجينة علشان تشوفي المعلقة. لو لقيتي المعلقة شايلة عجين زي ما انت شايفاها كده يبقى كده العجينة المظبوطة. لو اختبرت بقى العجينة ولقيتي المعلقة كده مش شايلة عجين، يعني المعلقة ظهرت معاكي على طول، يبقى قوام العجينة كده خفيف. ظبطيها بقى بمعلقتين دقيق. لو القوام تقيل معاكي هتلاقي المعلقة شايلة عجين، كمية عجين كتيرة على المعلقة، يبقى كده عايزة برضو معلقتين مية دافية وتظبطي العجينة. وكمان علشان نتأكد ان العجينة مظبوطة ومفيهاش كتل بنصفيها. شايفين بقى المعلقة اللي هي طلعت على المصفى؟ المعلقة دي بقى اللي كانت هتخلينا منعرفش نشتغل واحنا بنرش الكنافة. بعد كده بقلبها كمان بالمضرب مرة كمان، بطلع بقى المضرب وبغطيها علشان هسيب العجينة ترتاح. هي ما فيهاش خميرة بس لازم العجينة ترتاح شوية، يعني سبتها كده حوالي 10 دقايق. في ال10 دقايق اللي انا سبتها ترتاح انا جهزت الازازة اللي انا هصب فيها العجينة، وكمان جهزت الغطا. الغطا بقى عملت فيه فتحة واحدة بالدبوس، يعني سخنت الدبوس على النار وعملت فيه فتحة واحدة. والغطا التاني انا عملت فيه 3 فتحات جنب بعضيهم، بالدبوس او بإبرة او بأي حاجة عندك كده تعملي بيها، او تقدري تشتغلي بكيس نايلو بس هتفتحي بقى فتحة بسيطة خالص. وبعد 10 دقايق انا رجعت للعجينة علشان هصب بقى في الازازة، وهقوم بقى على طول على النار واسخن الصينية اللي انا هعمل فيها. في الاول صبتها في الكوباية وبعد كده من الكوباية للازازة على طول علشان بس ما نمرمطش الدنيا حوالينا. تقدري بقى تصبيها على طول في الازازة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو وصلتي معايا لغايه كده يا ريت ما تنسيش تدعميني بلايك. يلا بقى حطوا اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقيه الخطوات. انا صبيت كده في ازازه تانية، يعني عملت كده ازازتين. تقدري تعملي ازازه 2 3 عبي الكميه كلها. بعد كده هنشغل بقى البوتاجاز ونحط الصينيه تسخن. اول ما بتسخن بنوطي النار خالص ونمسح بمسحه زيت في الاول لو هتعمليها في صينيه ألمونيا. لو هتعمليها في تفال ما تمسحيش بزيت خالص، يعني مش هتلزق معاكي. هنرش بقى اول واحده بعد ما الصينيه بتسخن بنوطي النار خالص. مش شرط خالص ان هي تظبط معاكي اول واحده، يعني انا جايبالك اول واحده عملتها. بعد كده ايدي خدت على الرش وطلعت معايا مظبوطه. بس اهم حاجه ان الخيوط بتاع الكنافه جايه رفيعه. لو لقيتي بقى ان الخيوط جايه معاكي تخينه ما تضغطيش على الازازه قوي. لو ما بتضغطيش على الازازه والخيوط جايه معاكي تخينه هقولك بقى اعملي غطا ازازه تانية، بس يعني لازم تكوني مجهزه كذا غطا كده جنبيكي.
يعني لو عطل معاكي واحد التاني على طول بتركبيه وتشتغلي بيه. وادي بقى تاني رشة، يعني ايدي كده هتاخد على الرش. بس اهم حاجة ان احنا بنجيب من جوه لبره، بنسيبها بقى اقل من ثانية واحدة. اول ما بتشمع بتلاقي بقى الكنافة كلها طلعت معاكي، يعني ما فيهاش حاجة صعبة خالص، بتاخد اقل من ثانية. بعمل معاكم بقى تالت رشة. شايفين الخيوط رفيعة خالص، وكمان بجيبها من جوه لبره، بملى الصينية. لو عايزة وانتي بترشي كده تقلي الكنافة تقليها، بس هي رشة واحدة الكنافة بتبقى مستوية حلو. في اقل من ثانية بتكون استوت. انا بعمل معاكم بقى بالغطاء اللي هو فيه 3 فتحات، بس بصراحة ما عجبتنيش يعني الا اللي هو فيه فتحة واحدة، فاشتغلت بيه على طول كده. الرشة دي اللي هي بالثلاث فتحات بتكون يعني خيوطها تخينة شوية. فانا عملت بالغطا اللي هو فيه فتحة واحدة. براحتك انت بقى خالص، لو حابة تعملي باللي هو فيه 3 فتحات او بفتحة واحدة. بجد طريقتها سهلة، ومش هتقفي وقت طويل على البوتاجاز، علشان هي بتشمع في اقل من نص ثانية. يعني لو عاملة كمية كبيرة مش هتاخد معاكي غير 5 دقايق. انا عايزاكي بقى تجربيها، وكمان هتنفع الناس اللي هي بره مصر. كل سنة وانتوا طيبين. احنا كده عملنا الكنافة في البيت وعملنا كمان القطايف، مش محتاجين ان احنا نشتري حاجة من بره خالص. بس اهم حاجة ان احنا نعمل الحاجة مظبوط علشان تطلع معانا مظبوطة من اول مرة. بس لو مشيتي على نفس الخطوات هتطلع معاكي مظبوطة من اول مرة. اللهم بارك، طرية، خيوطها كمان رفيعة، واللهم بارك هي لسه كده طالعة من الصينية، يعني ما فيهاش حاجة صعبة خالص. انا قربت لك كمان التصوير علشان تشوفي بقى ايدي خدت كده على الرش وكمان طالعة مظبوطة. بنجيب بقى من جوه لبره، يعني ما بنعملش العكس، بنجيب من بره لجوه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ادي بقى الكمية اللي انا سويتها. شايفين بقى خيوطها رفيعة ازاي؟ واللهم بارك، بجد طلعت تحفة وطرية جدا. ما نعليش النار تحت الصينية قوي، يعني نخليها كده وسط. اول بقى ما الصينية بتسخن على ما بترش الكنافة نص ثانية بتلاقيها شمعت على طول، بتطلعي وترشي غيرها. وزي ما قلت لك ايدك هتاخد على الرش زي ما انت شايفاها كده، وتضيقي كمان وترشي كده براحتك خالص. انا كمان انا تقلت كده الصينية علشان اشوفها بس. هي بس اهم حاجة ان انت ما تحطيش الخيوط على بعضيها، يعني خلي الخيوط كده بعيد عن بعضيها علشان تبقى في بعد السوا كده تبقى خيوطها كده رفيعة، ما تكونش تخينة، ما تكونش عجين. اللهم بارك، بجد طلع تحفة. طريقتها سهلة جدا وسريعة. انا لقيتها كده هتلزق، جبت بقى الفرشة كده هي مكان الزيت ومسحت كده الصينية. وبعد كده هرش تاني. بنبدأ كده من جوه ونضيق كده واحنا ماشيين على قد ما نقدر، كل ما نعمل الخيوط ضيقة. بس اهم حاجة ان انتوا ترفعي الازازة عن الكنافة، علشان لو لمست معاكي الكنافة وهي بتشمع بتلاقي بقى الغطا كده شال معاكي الكنافة. ارفعيه بقى فوق شوية، وبعد كده اضغطي. لو عايزة خيوطها كده تكون تخينة معاكي اضغطي على الازازة، عايزاها رفيعة ما تضغطيش خالص، ورشي الكنافة. اللهم بارك، بعد ما مسحتها كده بالزيت طلع اللهم بارك تحفة. انا جبت لك كده التسوية والرش كذا مرة. اهم حاجة بقى ان احنا نمشي على الخطوات علشان تطلع معانا مظبوطة. بعد كده لو عملنا كمية كبيرة وعايزين نفرزها بنسيبها تبرد شوية تتهوى، يعني ما بنحطهاش سخنة. وبعد كده بنعبيها في العلب ونقفل عليها كويس ونفرزها. ساعة ما نيجي بنستعملها بنطلعها قبليها بساعة ونحطها على الرخامة. اول ما تفك بنبدأ ان احنا نرش عليها السمنة. هي ما بتحتاجش سمنة كتيرة زي الكنافة الشعر، وكمان ما بتحتاجش شربات كتير. بعد كده بنرص بقى في الصينية، وفي الوسط كده بنحط المكسرات اللي احنا عايزينها، ونحط طبقة تاني. بنحط بقى على الوش كده شوية سمنة، ويا ريت تكون سمنة بلدي، علشان الكنافة البلدي لما بتتعمل بالسمنة البلدي بيبقى طعمها بجد تحفة. وندخلها الفرن. اول ما بتطلع ولونها يبقى ذهبي معانا بنحط عليها الشربات بيكون بارد وهي بتكون سخنة. ان شاء الله هتعجبك جدا طريقتها، واستحالة ان انت تشتري كنافة تاني. بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان تعملي بلايك واشتراك للقناة.